السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالى اقولك ازاي تستفيدي من ازايز الشامبو الفاضية. اول حاجة هنا معايا ازازتين شامبو فاضيين غسلهم كويس، وبعد كده ورق ابيض عادي برسم عليه شكل السبت كده، او شكل المنظمات التركية اللي هي بتتباع دي غالية بالشكل ده كده. لازم يكون الحتتين دول كده قد بعض، واقفلها كده من تحت، واعمل لها بقى ايد كده من فوق. النص كده بعمل نقطة صغيرة كده خالص، بحدد نقطة صغيرة، وبعد كده اخدها كده دوران لتحت، ومن الناحية التانية برضو كده دوران، عشان دي هتبقى ايد السبت بالشكل ده كده. وهعمل كمان كده واحدة فوقها تاني. بعد كده هقصه بالمقص، وده كده بعد ما قصيته، بعد كده هاخد الشكل ده واحطه على ازازة الشامبو، وارسم الشكل ده بالظبط على الازازة. برسمه كده، بحدده كده من تحت، الشكل ده كده. وهعمل التانية برضو، وكده عملته على الازازة التانية. وبعد كده هقص اللي انا حددته ده بالمقص، وده كده بعد ما قصيتهم وحددت الشكل اللي انا كنت رسماه على الازاز من بره بالمقص. شكلهم حلو جدا بصراحة، مش محتاج اي حاجة تانية. انا هحط عليها كده فيونكة بالشكل ده. خدت هنا حتة من عجينة السيراميك، وعجينة السيراميك انا عملتها معاكم قبل كده في الفيديو اللي هو بتاع العلب التركي. لو مفيش اي حد شاف الطريقة ممكن يرجع للفيديو. الطريقة انا عملتها هناك بالتفصيل. باخد حتة كده بلينها بايدي، والفها كده على الصينية، والفها كده بالراحة، وبعد كده بفردها بالنشابة. بفردها كلها، انا عايزاها كلها مفرودة عشان دي اللي انا هعملها فيونكة. ودي كده بعد ما فردتها، الحتتين اللي في الجنب دول انا بقصهم بالمقص، انا مش عايزاهم. هاخد بعد كده الحتة دي، ودي كده شكلها. بعد كده بحط صباعي كده في النص، وامسك طرفها والفها كده على جوه، والناحية التانية برضو امسك طرفها والفها كده على جوه بالشكل ده كده، عشان تديني كده شكل الفيونكة. ولازم تخلي الفتحتين بتوع الفيونكة الاتنين قد بعض، ما يكونش في واحدة اكبر من التانية. لازم تظبطي الاتنين بالظبط قد بعض. والحتة اللي تحت دي كده بقصها وبسويها بالمقص، واعمل كده فيها فتحة، ومن الناحية التانية برضو، واظبطها كده بايدي شكل مثلث كده من تحت خالص بالشكل ده كده. وبعد كده هجيب الغيرة عشان هلزقها بغيرة. ده كده شكل الفيونكة. ده الغيرة اللي انا بستخدمه. هحط عليها كده من ورا شوية غيرة، ومن فوق من هنا، وبعد كده هلزقها كده، وتدوسي عليها كده بصباعك عشان تمسك كويس قوي في الازازة. والحتة اللي فوق دي برضو بالشكل ده كده. تحاولوا تسووها كده وتظبطوها عشان لما تنشف هتاخد الوضع ده، او هتاخد الشكل ده. اي حاجة سنها مبطط تعملوا كده فيها شرط في اخر الفيونكة كده. وبعد كده باخد لون تاني مختلف من العجينة. انا هنا خدت اللون الابيض، حتة صغيرة مش كبيرة. باخد منها حتة صغيرة وبعمل منها كورة. عايزة 4 كور صغيرين عشان اعملهم على ايد السبت اهم بالشكل ده كده. بحط نقطة صغيرة خالص من الغيرة، وبعد كده بلزق منهم كورة، وادوس عليها كده بايدي خالص. انا عايزاها تبقى مبططة كده خالص بالشكل ده. وهعمل الاتنين التانيين واسيب العجينة تنشف براحتها خالص، وبعد كده هوريها لكم.
كده بعد ما الفيونكات نشفت انا استخدمتهم كباسكت كده او سبت صغير للورد. انتي ممكن تحطي فيهم ميك اب كمنظم للميك اب، او ممكن تحطيهم على المكتب تحطي فيهم اقلام، او زي ما انت عايزه. يا رب تعجبكم، ولو عجبكم الفكره دي يا ريت تشتركوا في القناه وتدوسوا لي على اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.